السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. قلت اغسل معاكم المواعين هنا. كان كوم مواعين كويمي كويم. في ضيوف كانت عندنا وكده جات يعني عملت الاكل وكده، بس صراحة ما صورتوش يعني عشان كان الوقت خلاص راح وكده. فالتصوير دوت عايز يعني وقت، يعني تفتح الكاميرا في حاجات وبعد كده تقفليها وبعد كده تفتحيها وكده يعني. فما صورتش الاكل الصراحة معاكم. انا شفت منظر المطبخ. المواعين دي مش عارفة اعمل ايه فيه. بس خلصت المواعين، هنعمل البوتاجاز. يا ريت المواعين تتغسل بالسرعة دي. نغسل البتاع دوت البوتاجاز. القهوة طبعا سكبت عليه والاكل والكلام ده كان شكله فظيع كان. وهنا قلت اعمل الستاير انزلهم عشان اغسلهم ان شاء الله ونشيلوهم ونحط الستاير التانيين ان شاء الله. ده اللي ضل عدتي من الكنبة، من تحت الكنبة يعني. لسه ان شاء الله لما انفض وكده هشيل تحت الكنبة خالص وهمسح ان شاء الله. بس سلت يعني شلت الستاير وقلت اكنس الصالة وكده. انا كنت كنساها يعني الصالة لما جات الضيوف وكده يعني، بس ده من تحت الكنب عشان حطيت السلم وكده فما ينفعش يعني لولا ما اشيل الكنبة الاول لولا ما السلم تتحط يعني. الرزلة اللي اسمها لوجي بقيت رخمة قوي. فظاع العيال لما بيكون صغير بيبقى ما شاء الله عليه زي العسل، يتاكل كده هو اكل. انما لما يكبر ويبقى في السن ده بيبقى بارد، برود السنين كله. ربنا يهديهم ان شاء الله، يصلح لهم حالهم. صراحة انا في رمضان ما بحبش يعني اتعزم ولا اعزم، لان العزومة دي عايزة وقت طويل وكده وانا معايا عيال، فما ينفعش الصراحة اللي معاها عيال صغيرة تعزم حد صراحة كده يعني. ما احبش اتعزم عند حد وما احبش اعزم في رمضان، بس يعني غير رمضان عادي يعني فري، لان بيكون في صلاة تراويح وبيكون في قراية قرآن وطفل صغير طبعا عايز اهتمام وكده. شغلانة يعني. بصراحة ما بيكونش عندي وقت انا في اليوم، بس يلا يعني هنعمل ايه. عيب يعني ان احنا نقول للناس لا ما تجوش. ويا ريت الناس اللي بتكتب تعليقات دي يعني لاحظوا ان انا متجوزة يا جماعة. عيب ان انتوا تقولوا الكلام دوت يعني، فما ينفعش. اكتب تعليق كتر خيرك، يديك العافية، مش عارف ايه، يديك الصحة كده يعني لو حابين تتكلموا مثلا. انما بس عيب يعني الكلام اللي بيتكتب دوت الصراحة يعني. يلا ربنا يهدي الناس كلها ان شاء الله ويصلح حالهم. كده خلصت الصلاة بوريها لكم اهي. كنت مسحاها انا وكنساها وكده يعني، بس اللي طلع ده من تحت الكنبة رحت كنستها تاني. يلا اقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.